السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والورد والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو تكميلي للفيديو بتاع المرة اللي فاتت، لكن انا كنت خلاص خلصت معاكم المطبخ وخليته كده بيبرق وزي الفل. لو ما شفتيش الفيديو ده هيشجعك جدا جدا على تنظيف المطبخ، وازاي كده شلنا الدهون منه بمنتهى السهولة ورجعناه بيلمع كده وبيبرق ورجعناه زي الفل. النهاردة بقى هنكمل اللي احنا كنا بنعمله. يلا بقى بينا كده قبل ما نبتدي في روتين يومنا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعين بالله ونقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي. فيديو المرة اللي فاتت غسلنا فيه طقم البهارات وغسلنا فيه المطبخ كله، يعني عملناه الحمد لله، عملنا فيه جزء كبير جدا ونضفناه كده وخليناه زي الفل. لكن كنت سبت طقم البهارات كده لما ينشف، لان كانت البهارات عندي محتاجة ان هي تتطحن. نصيحة مني ليكي، احسن حاجة ان انت تجيبي البهارات حصى وانت اللي تعمليها في البيت. سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. انت بتجيبي البهارات حصى وبتجيبيها كده، بتنقيها، بتشيلي اي طوب واي حاجه فيها، وبتقومي جايه محمصاها كده تحميصه خفيفه قوي على النار. يعني يا دوبك بتحطيها كده وبايدك بتفضلي تقلبي فيها بايدك، ما تخافيش، مش هتتلسعي ولا حاجه. انتي بس تمسكي البهارات كده، ما تخليش ايدك توصل للمقلايه اللي انتي بتحمري فيها. تمسكي بس البهارات بايدك كده لغايه ما تحسي صوابعك ان هي البهارات سخنت شويه، يبقى خلاص بتطفي عليها وخلاص. اوعي تاخد منك لون عشان ما تغمقش منك الاكل. لكن لما تجيبيها حصى وتحمصيها انت في البيت احسن بكتير ما تشتريها بودر، لان الله اعلم هم حاطين ايه في البودر ده. اكيد بيزودوه حاجات علشان يعرفوا يبيعوا. يعني ممكن مثلا الفلفل الاسمر، انا سمعت قبل كده ان هم ممكن يزودوه عيش ناشف بيطحنوه وبيزودوه مع الفلفل الاسمر، وممكن كمان يحطوا مع اي بهارات ملح عشان تزود كده معاهم في الوزن ويعرفوا يبيعوا. طب ليه كل ده؟ انتي هاتيها في البيت واعمليها، سهلة جدا. وهتحسي على فكرة ان هي عشان خام معاكي هتخلي طعم الاكل معاكي احلى بكتير من البودر اللي انتي بتجيبيها. فهاتيها في البيت واعمليها احسن بكتير من ان انتي تشتريها مطحونة جاهزة. انا اخدتها كده وقمت جايه ايه، عاملاها. طبعا اول ما بتجيبيها الاول، يعني بعد ما بتنقيها وبتشيلي اي حصى فيها خالص، بتحطيها في منخل او في مصفى وبتهزيها كده شويه عشان لو فيها اي اتربه او اي حاجه بتنزل على طول. وبعدين بتمسكيها بقى كده بتحمصيها على النار وتقومي جايه طحناها في كبه الخلاط. بس يا ريت بقى كبه الخلاط تبقى عندك حلوه كده وقويه شويه، لان انا الخلاط بتاعي ده بعافيه شويه، يعني بيغلبني شويه عبال ما بيطحن البهارات. بصراحة يا بنات، انا عن نفسي جربت كذا حاجة من كنود. في ناس كتير جدا بتشكر فيها وطلعت معاها حلوة، هي يمكن حظوظ بقى ولا ايه، انا مش عارفة والله. بس بصراحة كنود معايا في الخلاط او في الهاند بلندر مش قد كده خالص. حتى قطع الغيار بتاعتها انا لما باجي مثلا اصلحها مش بلاقيها. يعني على ايديكم مرة كنت بعمل معاكم الصلصة والخلاط عندي دخن وطلع دخان كتير جدا، وفضل فترة كبيرة كده عبال ما هدى وبقى كويس علشان اشغله تاني. وعندي كمان كان عندي الهاند بلندر الايد بتاعته اللي هي اصلا الموتور باظت ومش لاقيه لها قطع غيار. يعني لازم علشان الموتور بتاعه باظ، يبقى لازم يا اما تشتري بقى واحد جديد يا اما تشتري موتور جديد. والموتور الجديد بتمن البتاع كله، يعني الهاند بلندر كله. فبصراحة الكنود ماركة كينود بصراحة مش قد كده معايا. انا بقى مش عارفة، في ناس كتير جربتها وبتشكر فيها قوي، وانا كنت جايباها لان هي كانت ماركة مشهورة وبسمع ان هي حلوة جدا. لكن انا حظي كده ما كانتش طالعة معايا حلوة قد كده. المهم بقى ايه، جبتها كده البهارات وقمت جايه بقى طحناها طحنه حلوه كده في الكبه لغايه ما تنعم كده معاكي خالص، وتحطيها بقى في علبه البهارات بتاعتك. ويستحسن برضو لما تجيبي البهارات ما تجيبيش بكميه كبيره، لان البهارات لما بتقعد عندك فتره طويله بترطب كده وما بتبقاش حلوه. هاتي كده كميه صغيره على قدك وعلى قد استخدامك، وبعدين لما تخلص ابقي هاتي تاني وهكذا. لكن لما تجيبيها كده كلها مره واحده، خصوصا ان احنا كمان في الصيف، او لو انتي مثلا طقم البهارات بتاعتك مخرم من فوق، فبتمسكي كده العلبه تفضيها مثلا في الحله، تفضي في الحله منها او كده، فبخار الحله بيطلع على علبه البهار دي. حتى ساعات تحسي ان البهارات كتلت في بعضها من جوه، ده بيبقى من البخار لما تيجي تفضي
يعني ايه؟ يعني لو انت عندك طقم بهارات بمعلقه احسن من ان هو يبقى مخرم من فوق زي بتاعي كده. فانا لما باجي بفضي البخار بيطلع، فشويه على شويه تلاقي كده البهارات كتلت في العلبه. ده بيبقى بسبب البخار، ان هو سبب لها رطوبه جوه فكتلت كده في العلبه ووقفت شويه. فاهمين قصدي؟ يا رب تكونوا فاهميني. فالاحسن ان انتي تحطي شويه صغيرين بشويه صغيرين، ولما يخلص كملي تاني. يعني انا ما طحنتش البهارات كلها، انا طحنت كميات صغيره، ولما تخلص والباقي حطيته في التلاجة، لان انتوا عارفين ان احنا في الصيف فالحاجه ما تسويش ولا يحصل لها حاجه. حطيته كده في درج التلاجة، ولما اجي البهارات اللي عندي تخلص هحمصها تاني. وطبعا ده كده لازم تحمصيها بقى. لو انتي اصلا مش بتحمصي البهارات، في ناس كتير بتطحن البهارات من غير ما تحمصها، ده برضو بتبقى حلوة وبتبقى جميلة، ما فيهاش اي مشكلة. بس انا بحمصها علشان لو فيها نسبة رطوبة او اي حاجة تبقى كويسة معايا. لكن بقى لو انت عيناها اصلا في التلاجة على طول وبتطلعيها من التلاجة، فكده لازم تحمصيها عشان تضيعي نسبة الرطوبة اللي اخدتها من التلاجة وتديكي طعم حلو في الاكل. خلاص بقى خلصنا وعملنا بقى التربو بتاعنا وايه. وانا كده بحب انظمه قوي، بحط تحت اللي هي المعطرات، وبحط المنظفات والحاجات دي، وفي النص بحط السمنه، وحطيت كمان الجيلي والحاجات اللي انت شفتوها معايا. وفوق خالص بحط البهارات. اكتر حاجه بستخدمها اللي هو الجزء اللي فوق ده، علشان انا حطاه كده في كورنر ما بين الغساله والتلاجة، فعشان ما افضلش كل شويه اشده كده عمال على بطال، عشان البهارات اكتر حاجه بستخدمها، فانا حطاها فوق. بس كده. وغسلت بقى شوية المواعين اللي طلعوا معايا كده من الموضوع ده. والمطبخ اهو لازم بقى احافظ عليه، ولازم يفضل كده معايا وقت كبير نزيف، لان احنا تعبنا فيه، ما عملناهوش كده بالساهل، ده فضل معانا فترة طويلة. ايا كان مطبخك صغير برضو بيفضل معاكي فترة كده في التنظيف، فربنا يعيننا يا رب ويقوينا وتفضل ايدينا فيه على طول عشان نفضل محافظين عليه. تعالوا بقى نعمل الحلو بتاعنا النهارده. انا الفيديو بتاعي صغير كده وخفيف، هعمل كده نوع حلو معاكم، طلع حلو جدا. قلت برضو ايه اشاركه معاكم. لو عندكم رقاق لسه من العيد مثلا، او لو عندك لفه رقاق متكسره حتى، هتنفع معاكي قوي الوصفه دي، وبجد طعمها حلو جدا. انا كان عندي رقاق، والرقاق ده كانت امي ربنا يخليها لي يا رب، هي وبابا، ويخلي لنا امهاتنا وابهاتنا جميعا. جايبهولي من العيد، فاضل عندي فترة طويلة، فقلت لا كفاية بقى عليك كده، تعالى كده اما اعملك نوع حلو. هعمله بقى ازاي؟ هعمله زي هو النوع الحلو زي بالظبط النوع الحادق اللي هو باللحمة المفرومة، بس هيبقى بس ايه في اختلاف بسيط. مكان الشوربة هنحط لبن. بنجيب كده كوبايتين لبن او بقى على عدد اللي عندك، وتجيبي تحطي عليها 3 معالق كبار من السكر او 4 معالق على حسب نوع السكر اللي انت بتحبيه. لو بتحبيه زيادة سكر شوية ممكن تحطي 6 معالق او اكتر، على حسب ما انت بتحبي ايه. وتحطي كده معلقتين سمنه كده، يعني معلقه كبيره كده محترمه، او معلقتين صغيرين بس يكونوا كده مليانين، بتحطيهم على اللبن. وبعدين بتخلي بقى اللبن كده ايه يسخن، مش لازم يغلي بس يسخن كده قوي علشان يبوش الرقاق معاكي. تمام. بتدوبي بقى السكر فيه كده، وبعدين بتجيبي رقاقيه رقاقيه. لو عايزه تجيبي مثلا صينيه كبيره وتبلي الرقاق باللبن زي ما بنعمل في الشوربه، تمام. لو مش عايزه ممكن بتحطي الرقاقيه وبتطريها بس كده باللبن، وتحطي اللي بعدها واللي بعدها. احنا هنا مش هنجيب سمنه بقى ونحط ما بين الفواصل وكده، احنا حاطين السمنه في اللبن، فهو هيطلع في الاخر مورق وحلو جدا. بتجيبيه بقى وتعملي الطبقات دي. مثلا هتعملي 3 رقات تحت. لو حابه بقى تحطي مكسرات وعندك مكسرات، اي نوع مكسرات عندك بتحطيها في النص. انا حطيت هنا جوز هند وزبيب، هما دول بس اللي كانوا متواجدين عندي، حطيتهم. بعدين حطيت فوقيهم بقيت طبقات الرقاق، وبرده كنت ببلها كده باللبن وحطيتهم. وبعدين حطيت على الوش شوية سمنة عشان تتحمر كده حلو معايا، ودخلتها على الفرن. وخدي بالك بقى منها، لان ده رقاق ممكن يتلسع منك بسرعة. خلي النار هادية كده وايه، وخدي بالك منها عشان ما تلسعش منك بسرعة. وكان عندي بقى هنا ايه كوبايه كده لبن، كوبايه لبن، كوبايه ونص لبن، بعد ما تطلعيه على طول من الفرن بتسقيها بيها. انا حطيت على اللبن نقطتين فانيليا، وحطيت عليه كمان 3 معالق من السكر. وقمت جايه اول ما خرجت من الفرن حطيتها عليه على طول. اللبن كان بارد مش سخن ولا اي حاجه. حطيتها بقى عليها وسبتها كده لما طارت شويه. وبعدين هزينها كده على الوش بجوز هند وزبيب، وبجد بيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى زي الفطير كده، بتبقى جميله جدا. بس للامانه هي طلعت معايا هنا ناشفه شويه صغيرين، لان اللبن تقريبا كان عايز يبقى اكتر من كده شويه. وزينتها كده كمان، حطيت كده على وشها علشان الجوز الهند والزبيب يثبتوا عليها، حطيت كده على وشها عسل، او لو عندك اللي هو الشربات بتاع الكنافه ممكن تحطيها، لو عايزه تستكفي بكده بس تمام.
بس انا بقول لك بس ايه نصيحه كده، ان انت تزوديها شويه لبن عشان تطلع معاكي اطرى من كده. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه ولو بمعلومه بسيطه. ما تنسينيش بلايك. هشوفكم فيديوهات تانية كتير. سيبكم في رعايه الرحمن. مع السلامه.